يا جماعه النهارده معانا انا معاكم النهارده جنة. لسه مخلص ثانويه عامه. ايوه اهم حاجه ان انا لسه مخلصه ثانويه عامه، ده حدث مهم. مفيش اي حد دلوقتي بيعرف يعمل. ايوه صح، مفيش اي حد يقف في درس ثانويه عامه. طيب يا جماعه النهارده هنلعب لعبه اول مره هنعملها خالص، وهي لعبه اسمها لعبه ايه؟ احذر الكذاب. دلوقتي يا جماعه هعرفكم على اللعبه. هنجيب عمر وهنجيب جنة. عمر هيحكي لجنة 5 مواقف وجنة عليها انها تخمن المواقف دي حقيقة ولا خيال. دلوقتي يا جماعه كل واحد هيقول 5 مواقف. نلعب طوبه ورا مقص ونشوف مين اللي هيبدا. طوبه ورقه مقص. انت من 3 طوبه ورقه مقص. ايه دي نور نور يا فاجئ، انت اخترعت حاجه جديده. عجبتني. ايه نور نور. انا عجبتني. انا كده سكينه. مسدس. خلاص بقى انت طوبه ورقه مقص. طوبه ورقه مقص. طوبه ورقه مقص. زحلقتك كده 1-1. طوبه ورقه مقص. 2-1. طوبه ورقه مقص. طوبه ورقه مقص. طوبه ورقه مقص. لا 2-2. الفيصل خلاص. طوبه ورقه مقص. انا العب 5 مواقف بتوعي. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو الفيديو عجبكم، وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس، وتعملوا شير للفيديو لكل اصحابكم. يلا نبدا باول موقف. يعني انا موقف، انا كنت طالع في الاسانسير وقت الباقي. كنت طالع في الاسانسير والاسانسير وقت الباقي. البت كنزي. ايه البت كنزي دي؟ معلش. خليها البت بنت. كنزي. المهم يلا. البت كنزي كانت قايله لي هات شيبسي. تافهه للدرجه دي؟ انا هات شيبسي ب 10 جنيه. فادتني ال 10 جنيه. انا بحكي بالتفاصيل. ماشي. ال 10 جنيه ونزلت الاسانسير. المهم كان الساعه 6 7 كده، وكان وقت اللي النور بيقطع فيه، عارفاه؟ تمام؟ ايوه تخفيف احمال. فالمهم ادتني الشيبسي تمام، ونزلت جبت الشيبسي ب 10 جنيه. تمام؟ وانا طالع لقيت مفيش حد تحت في عماره، الحارس عماره كله مش موجود، فقلت هات لي طالع مثلا يتغدوا اي حاجه. فطالع طلبت اسانسير، طلع لي عادي، بركب فيه، بدوس الرابع، دخل الرابع والتالت الاول والتاني، بعد كده واقف. تمام؟ فقعدت بقى اخبط. تمام؟ اخبط محدش بيرد. لقيت كنسة معايا من الباب بتقول مين الاسانسير؟ تمام؟ فقلت لها ما ينفعش كده، خلي بالكم، ما ينفعش تقولوا حقيقه ولا خيال. فالمهم لقيت كنزي بتقول مين الاسانسير؟ قلت لها انا. قالت لي يا لهوي انت في الاسانسير، طب استنى هتصل بالحارس العمري. اتصل بيا ونزلني يعني. انا شايفه ان هي بص تقط وقت تخفيف الاحمال او من سنه مثلا. ايوه من سنه. أيوة. وده وقت تخفيف الاحمال. ايوه طبعا كله بيقطع. فالنور بيقطع، فانت بس انت في حاله الدرجه ان انت نزلت تجيب ما انا اعمل ايه يا اختي؟ ما تصدقش شخصي يا حبيبتي. ما هو بصي كنزي على طول بتحتاج شيبسي، بتحتاج نسكافيه، بتحتاج اي حاجه، فانا انزل اجيبها. والمشكله ان انا رفضت، ماما اللي هتقول لي انزل لها. ايه ده؟ فلازم انزل. النور قطع بيك، بس انت ما بصيتش في الساعه. انت اكيد كنت حافظ. انت اكيد كنت حافظ مواعيد قطع النور عندكم. جدع. ما هو اقول لك حاجه، هو ايوه ومش هتنزل. انا نسيت اقول لك المعلومه دي. هو كان فاضل 10 دقايق. اكيد مش انا هموت على ايش 10 دقايق. كان فاضل 10 دقايق والسوبر ماركت تحت كان زحمه. فعقبال ما جبته يعني. او ده مش انا عاملين السوبر ماركت زحمه يعني. او بقى دلوقتي حقيقه ولا كده؟ لا مش دلوقتي، انا في الاخر. ماشي تمام. تفتكر الموقف الثاني. الموقف الثاني بيقول اتطردت من السنتر عشان زعقت للمدرس. انا كنت قاعد في السنتر عادي، كان المستر لسه ما دخلش. فالمستر مش الاسيستنت بيقول رجعوا ديسك ورا عشان كان في بنات جايه، فالبنات بقت قدام. تمام؟ عندها مستر منصور. تمام؟ فالمهم رجعت ديسك ورا، فلقيت حد قاعد ورايا، يعني حد مكاني. تمام؟ فقلت له قوم. قال لي قوم ليه؟ انا قاعد هنا. تمام؟ فقلت له قوم. قال لي لا مش هقوم. فالمهم ايه، انا عنيد، فرحت قال مستني، قلت له قاعد مكاني وكده. تمام؟ فاصحابي قالوا لي يا عم سيبه، يا عم سيبه، مش مشكله يعني. فقلت له لا انا قاعد هنا. تمام؟ وانا كمان لابس نضاره ومش شوف كده يعني. تمام؟ فالمهم جه قال لي يا عم انت عيال، انت في كيجي؟ قلت له احنا في كيجي. المهم قعد يزعق وانا ازعق. ده الاسيستنت بس مش المدرس. تمام؟ فطلعني بره. فنزلني تحت بقى يصفي حسابي بس. فالمهم بعد كده قال لي هات ولي امرك بقى. جبت ولي امري بقى. زعقت المدرس؟
الاسيستنت مش مدرس بس. Assistant. اصل هو برد، اصل انا قلت له قاعد مكاني، قال لي انت يا عم انت في كيجي يا عم، قلت له احنا في كيجي. قعدت بقى هو يتكلم وانا اتكلم فطلعني بره. يعني دي اتوقع هو من شخصيتك ان انت ممكن فعلا ان انت تتعصب بسرعه لو حد ضايقك، يعني لو حد ضايقك يعني ما ادري تتعصب ما عليه. ادري ما تدري. لا ادري. بس ده عامه في الصبيان لو حد تطول عليهم او ضايقهم ما هو بارد، مهمش بقى ما هو الاسيستنت ده بارد. انا بقول له قاعد مكاني، انا قاعد هنا هو قاعد مكاني، بيقول لي يا عم انتوا في كيجي يا عم اقعد وخلاص المستر داخل خلاص. ايوه عارفهم من الناس البارده دي. ايوه فانت عم يعني اللي هو لا ما تقعد هنا. فانا زي قعدت اقول امرك بقى. وساعتها رحت وقت لا، قعدت على لا، الكنبه لا. هنا، ماما داخله قعدت على التليفون، ماما داخله بتقول لي ايه ده يا ابني انت مش في درس؟ تمام. قلت لها المستر طردني بس كنت ساعتها يلا لا ما تقوليش دلوقتي انت حقي في مش البتاع بس. انا شايفه ان الموضوع ده على طول بيحصل في السناتر، اللي هو الاسيستنت بيقعدوا بيضايقونا جدا بحوار المكان ده، فيعني في حاجه في دماغي. طيب الموقف الثالث، كنت رايح لصاحبي باوبر واتخطفت. انا مسجل، انا كنت رايح لصاحبي كان في حته اسمها 45 تمام. فانا كنت مسجل برنامج ان درايف باكونت، انا كنت مسجله بنيفين حاجه شبه كده تمام، عشان ساعات كنت بروح من عنده بالليل فمفيش حد بيجي ياخدني يعني فاهمه انت؟ كان في نيفين هي البنت هتيجي ياخده ماشي. ايوه فطلبت ان درايف، فحددت السكه حته صغيره عامله زي 15 جنيه 20 جنيه تمام. فاللي هو ايه لقيته راكن على الصف الثاني تمام. فقلت هو لان هو واقف قدامي بالظبط على الصف الثاني، فلقيته طلع التليفون ما اعرفش قرر الاسم، ضحك كده عمل كده تمام. راح نازل راح فتح بيبان العربيه كلها وراح حط الفامين تمام، وراح جايب معطر ريحته واصله اخر الشارع، قاعد يعمل كده في العربيه ويمسح العربيه وينظف ويشقلب العربيه تمام. وراح حط كل ازاز فاميه حتى ورا قدام تمام، وقفل كل العربيات بقى كده ووقف كده تمام. فده اللي هو ماسك التليفون كده هيعمل فيها ايه الراجل تمام. فالمهم كلمته قلت له انا مش عارف اتكلم تمام. فقال لي حضرتك في انسه طالبه الاوردر. رحت معدي قلت له ده الراجل ده قوي بقى، رحت فاتح الباب ورحت راكب الراجل في المرايه طول اللي عامل كده، اللي هو انا شلت فاميه وحطيت الفاميه ورشيت معطر وكده، والاخر قصت العربيه. كان ساعه تقريبا 12:30 1 الا ربع كده. هو الموقف ده بتحصل ياما بسبب ان هم بيبقوا عايزين ينقوا ويركبوا بنات. ايوه ركبوا بس هم بيبقوا عايزين يركبوا بنات بس، انا مش فاهمه يعني ايه المغزى من كده اصلا. حتى ولو انت كمان ذكي عامل الاكونت مين ايوه الموقف الرابع حاسه جايبني يهزقني. انا من ساعه ما جيت هنا وانا بتهزق، انا مش عارفه. ارفص ايوه بيخليني ارفص وحاجات غريبه تهزيق. الموقف الرابع ضغط في مطروح. احنا كنا في 2018 تقريبا 2019 تمام، بس مش توه كبيره احنا كنا في مطروح وكنا مع ولاد خالتنا تمام. ومحدش عارف تقريبا منكم اصلا، هو شارع اتلخبطت فيه بس خفت ساعتها. رجعت تاني يعني؟ رجعت طب ما ايه تمام. فالمهم انا كنت نازل اجيب لهم فول وفلافل، كان في يعني احنا كنا صف تاني للبحر تمام. فنزلت عديت الشارع رحت المحل جبت منه فول وفلافل تمام. فرجعت فانا الشوارع هناك شبه بعض كلها فيلل. ايوه فشبه بعضها. فانا بدل ما ادخل شمال دخلت يمين، لان انا جاي بدخل يمين بحسب كله يمين، لكن العكس يعني هو كده دخلت شمال. ماشي انا مش المهم دخلت عكس الاتجاه، دخلت يمين لقيت حته تانية، لقيت حته اصلا فيلا لسه ما اتعملتش يعني لسه على الطوب الاحمر. قلت انا فين؟ رحت خفت، معيش تليفون ساعتها، ما جبتش تليفون خالص ساعتها. فاللي هو خفت انا بقى في محافظه غير محافظتي وخالص خفت جدا ساعتها. بس في الاخر 2018 هي كان عندي من 7 سنين 8 سنين، اصل هو كان شارع واحد تمام، كنا كلهم نايمين. منزلين لك تجيب لهم فول وفلافل والناس قادره. ما انا بقول لك شارع واحد بس اعديه. ايوه اللي هو مش حته بعيده فاهمه. بس والاخر رجعت تاني، بس بعد مثلا ربع ساعه ولا حاجه رجعت تاني، قعدت اسال على الشوارع
هو كان برج معرفش اسمه الايمان او حاجه، قلت له برج ايمان، قال لي دخل شهر، خد المهم روحت. ما شاء الله وسأل. في حاجات غلط وفي حاجات صح، مش لا، عارفه ما هو- ازاي سألت يعني. لا بصي هو انا سالت ليه؟ انا سالت لان انا كنت ذكي وانا صغير. ان شاء الله. تمام. في واحده عارفه بتقول انت أنا اللي كنت كنت ذكي. ذكي وانا صغير. لان انا كمان باخد بالي من التفاصيل، انت فاهمه؟ يعني مثلا بص المروحه دي اسمها ايكيا الالترا، انت باخد بالي من التفاصيل جدا. ايوه فانا واحنا طالعين البرج لقيت برج الايمان، فخلاص انا حفظت. ماشي. طيب كطفل انت عندك 7-8 سنين. انت عارفين انا 8 سنين كنت عند تيتا منى، كنت ده كان يعني مش 7-8 سنين حاجه خالص. حاجه قله ادب خالص. بس. الموقف الخامس. انا صاحبي كلمنا نفس البنت، دي حاجه لازم تصدقيها طبعا لان فيها بنت. بصي اقول لك حاجه، انا كنت رايح سايبر، تمام؟ فالمهم هو صاحبي، احنا كنا 3، فاحنا كنا نلعب جيم، انا ما بحبش الموتوشن، فهو صحابي الاثنين هما كان تحت سايبر تحت ده كان لو بيسال. فالمهم انا وصاحبي هو وصاحبه قعدوا يلعبوا كوره، انا ما بحبش الكوره، تمام؟ وانا قاعد جنبهم كده قاعد التليفون وخلاص، تمام؟ طلبت واحد اندومي متر الشطه، تمام؟ ورحت قاعد مسكت التليفون لقيت بنت بدل الفريند اسمها نعم الحكايه كانت سيسه. هو متعود ان هو يحكي لك انت. فالمهم لقيت بنت بعتلها فريند اسمها لوجين حاجه، مش عارف مش فاكر اسمها بصراحه، ما اكذبش عليكي. ماشي. لوجين حاجه فيها ج. حتى لو فاكر موضوع ذكرى اسماء. طيب بدون ذكر اسم. بنت بدون ذكر ما طلعت ولد في الاخر. لا ثواني بس، القصه دي شفتها قبل كده على فيسبوك يعني، بس كمل. مش ايوه شوف انا على فيسبوك بالظبط. تيك توك قصدي. عموما يعني. عموما انا بص. شفتها قبل كده. ما شفتها برضه ماشي. ايه ده حصل؟ على نور بالعيله. كنت في الموقف. المهم حصل معانا كتير يعني. المهم لقيت بنت بعتلي اسمها ما اعرفش اسمها ايه، فرحت انا عامل كونفيرم بصراحه، رحت اقابلها، تمام؟ دخلت عليها لقيتها صفحتها ميح ولا عندها فريند واحد، قلت ايه ده فيك. ده فيك من الاخر. انا كان زي برضه السنه اللي فاتت كده، تمام؟ فالمهم دخلت على صفحتها لقيتها ميح خالص، قلت ده فيك، راح بعت لي هاي دي نرمي من الاخر، فاهمه اللي هو ايه، واحد دخل يهزر هاي دي، ايوه تمام؟ فقالت لي هاي، قلت لها هاي، ما ردتش بعديها، قالت لي ممكن نتعرف، قلت لها مين معايا، انا بعت لها فريند ليه، قالت لي ايه ده؟ قالت لي انا معاك في درس العربي، قلت لها ايوه ليه برضه، ده واحد يعرفك وعايز يشتغل. ايوه هو ليه بيعمل كده؟ مبدئيا ان عمر هيخلص هديله علقه. تمام. فالمهم ايه، قلت لها المهم خلصت الكلام، انا واخد 19 سنه انت جايبني تهزقني. خلصت الكلام ماشي كمل. خلصت الكلام وقالت لي طيب رايح اكل رايح اقفل. لقيت بعد كده صاحبي كان في الحمام، جه من الحمام، تمام؟ بدات تربط احداث. ما لسه عارفش وانا كنت غبي برضه، ماشي. فلقيت عادي كان يعني كان بيقضي حاجته يعني، ماشي. جاي من الحمام عادي، راح قاعد مكمل لعب عادي، تمام؟ فالمهم بقول له بص في بنت اسمها كذا كذا بعتالي الفريند ولو كلمتها وكده، قال لي ايه ده دي تكلمني انا كمان، قلت له ازاي ممكن تشبه اسماء، قال لي لا راح طلع لي الشات، نفس الكلام. ايه ده؟ قالت له هاي، ايوه الله نفس هاي، الكلام. قالت له رايح اكل في الاخر، قال لي ايه ده حد بيضحك علينا. فالمهم دخلنا على الترو كولر، كان حاطط رقمها على حاطط رقمه، فانا طلع باسم السيد فرغلي، السيد بن حلي، ده ابو بن. جاي ياسين باري، لقيت ورعبي باسم السيد بشوي، ماشي. هو حاجه السيد يعني، سعيد ده. تمام؟ سوري العمو سعيد. فتحت بس ناخد بيدك يعني قلت له ولد، رحنا احنا في نفس الوقت، تمام؟ قلنا لها انت اسمع سيد درشاويل السيد كذا، انتوا الاثنين بتكتبوا في نفس الوقت كل واحد في تليفون. ماشي. بس خلاص كانت بترد عليك كانت بتقعد في نفس الوقت، ما انا كانت بتاكل يعني بتاكل بتكلم اتنين؟ مش فاضيه بقى، ايه ده؟ ما عرفتش خلاص. بس
برضه جدا يكون قصتها مبدئيا حلوة. انت عندك بصراحه قصص مشوقه جدا، وانا قصصي يعني حلوه، بس انت كولد قصصك مش شربت الميه شربت الميه. انت بدات تستمتعي بيها، شربت الميه اخيرا. ما بس يبقاش قلبك اسود والله، حطها في موقف حلو. طب يا جماعه كده خلصت ال5 مواقف بتوعي، هي تبدا بقى بال5 مواقف بتوعها. اول موقف هتبداوا مع جنة. الموقف الاول لازم على الاقل كل يوم اكلم صحابي 3 ساعات. اول ما خلصت امتحانات ف بقالي ما شفتش صحابي لان احنا ما بنمتحنش في نفس المدارس، ما بنمتحنش في نفس المدارس وكده. فما روحت بعد بقى اللي هو ما نزلنا كل المعلومات من دماغنا نزلتوهم. خلاص نسير على السلم. بس انا اسف. خلصت الفيديو. فايه صاحبتي اتصلت بيا قالت لي بقالي ما كلمتكيش وكده، فقعدت اتكلمت معاها عادي زي اي بني ادم طبيعي بيكلم صحابه. امي تسكت لا تقول لي جنة انا هسحب منك الموبايل. انت في امتحانات. انا في امتحانات، انا لسه مخلصه. طب كويس، في ايه؟ هسحب منك التليفون. قلت لها ليه؟ روحش في نتيجه يلا. قالت لي عشان انت بتركبي في التليفون كتير. قلت لها ما ركبتش كتير وبعدين يعني مش عارفه انا بتكلم مين. تقول لي لا انت كده، انا ما بحبش حد يتكلم كتير في التليفون. وهي ممكن تكلم خالته تاني يوم عادي. ممكن هي اتنشن في الحوار ده اللي هو ايوه ان احنا اصلا ما ينفعش حد يتكلم في التليفون. ابداي بقى الموقف يلا. ايوه كل الموقف مثلا بحكي الموقف اهو. انت خلص طب ولا لسه؟ هديك على وشك. هي حكت الموقف ولا لا؟ ايوه بحكي اهي. طب انت عايز حاجه يعني شبه كده؟ عايز موقف ما لازم تصدقوا ولا حاجه بتحصل في حياتي يعني. بتكلم خالتها، بتكلم صحابها، اكيد بتكلم صحابها. ايه الكتف اللي بتكلم صحابها؟ طب كملي ما هي خلصت خالص. لا وانا دخلت يا جنة، انا دخلت وقلت حاجات ايوه ثواني. ايوه تبدا بقى مرحله ايه ان انا طالما بتكلم في التليفون تبقى مرحله الشك. ايوه اللي هو لا انا ما بكلمش واحده صاحبتي ليه؟ طيب هو كده ايوه طب ليه؟ تقوم باعته مين؟ تقوم قامت باعته السوسه دي. وانا ايه مفكريني عبيطه؟ انا بتكلم في التليفون. انا كنت بس عشان ينكك قوي. يلا كملي. انا بتكلم في التليفون عادي، فلاقي يعني بتكلم ايوه فلاقي هنا داخله تقوم ساحبه التليفون تقول لي لسه مكلمها انا. ايوه عامله لا هي كنا ايوه بكلم مين وهل فعلا. لا ثواني، هي فاهمه الموضوع غلط. لا ما تتدخليش، ماشي خلاص كملي. ما تتدخليش لو سمحت. ماشي كملي خلاص. مكبره الموضوع وانت انا صاحبتي اصلا يعني عادي. طب عادي. حاسس ان انا عملت جريمه. طب فين الموقف برضه؟ ما هو موقف. ايوه هو بص الموقف في ايه؟ هي انا خلاص انت دخلتي اللي هو فانت شوف بقى كده ده صح ولا غلط. الموقف الثاني قعدت في البلاعه ماشيه في الشارع ماشي، ففي واحد يسأل الله. نتكلم لغه عربيه. ده من امتى؟ ما انا بحاول احقق. السنه اللي فاتت السنه متاكده؟ ان شاء الله. ماشي. امتى السنه اللي فاتت دي كده؟ لا ما تسالنيش على تواريخ، ماشي يلا. انا اصلا ضايعه في التواريخ. ففي واحد يسأل الله في الشارع ماشي. يعني اسال الله على بابا الله يعني عايز حاجه لله. بابا الله؟ اول مره اعرفها. ماشي عايز يلا عايز حاجه لله. تمام. فانا كنت فين؟ ماشيه في الشارع مروحه البيت. ايوه كنت فين في الشارع؟ يعني شارع؟ انت عارف في الشوارع اللي عندنا. انا قصدي في عجمي ولا فين؟ في العجمي طيب عادي ماشي. مروحه البيت. اصل بص كانت في حاجه اتعلمتها من علم النفس، لو سالت سؤال وجاوبت بسرعه يبقى صدق، لو قعدت تفكر كده ايوه سرعه بديهه. كنت فين؟ كنت مروحه البيت، كنت في الشارع خلاص، احنا كنت في العجمي عادي مروحه البيت. التربية بره. يلا فالمهم الراجل جاي عايز حاجه لله، تمام فطلعت له فلوس. تمام. المفروض ياخدها، هيعمل ايه؟ هو مش هو فهو هو عايز حاجه لله، تمام، فانت طبيعي هتديله ايه؟ فلوس. تمام. فانا طلعت له فلوس مرضاش. ايا كانت ايه هي الفلوس. استنى بقى كمل. هتسمع. يا ربي. ماشي خد الفلوس. تمام. طبيعي بعد ما خد الفلوس هيعمل ايه؟ يمشي. هيدعي لي. ده عليكي. ربنا ياخدك. ده عليا بقى ماشي، ده عليا وانا ماشيه عماله
ماشيه عماله ابص له، يعني ماشيه كده فاهم، انا ماشي اتجاهي كده وبص له كده وهو وقعت ماشي في البلاعة. وعماله الاقي قامت رجلي وقعت في البلاعه. كنت انا مفتوحه ايوه كانت مفتوحه. وقعت في الميه في البلاعه. ايه ميه في البلاعه. لا رجلي رجلك بس. رجلي غرست. ياه. دعوته استجابت. لا والله ده علي عليا ليه؟ ده علي ده علي. كنت يا بنت رجعتي خدتي منه فلوس تاني. ما ممكن تعبان، ممكن تعبان، ممكن تعبان. هو المهم بقى هو اللي هاني هو كان شكله عامل ازاي؟ لما جه قال لي كان عادي شبه الناس العاديه اللي احنا بنشوفهم في الشوارع. ما اعرفش بقى ان هو هيبقى هوب كده. وقعت في البلاعه بقى كده. الموقف التالت. الجهاز في الجيم وقع بيا. هو اول يوم ليا تمام. مبدئيا كده يعني الحمد لله خلاص ما رحتش تاني. امم فالكوتش قالت لي عارف الجهاز، ما اعرفش اسامي، ما تتريقش عليا. ما اعرفش اسميها كمان. ايوه الجهاز اللي انت بتقرب اللي هو كده. اه ده. فقالت لي اقعدي على ده وانا هي بتلعبه ليه اصلا الجهاز ده بيكبر بجد بتاع الشيست. بتاع الشيست ده بيكبر يعني بيخليه ضخم. المهم هي قالت لي اقعدي هنا وشويه جايلك. فانا يعني لسه بقول بسم الله الرحمن الرحيم بقعد من غير اوزان اكيد. لا ما كان تقريبا اكيد عماله رقبه بدنيه كده ماشي. فجاي اقعد مش عارفه هل المكان اللي انا بقعد فيه مكسور او حاجه او مربوط غلط. فانا خدته وقع بيا على ما هو بيتربط، ما انت طريقه قدام ما انا معرفش بقى، ده اول يوم. فانا جاي اقعد هي مش معاكي؟ قالت لي ثواني وجايه لك. انت جربتي ليه؟ انا قلت فضول بقى فضول. هي قالت لي ثواني وجايه لك، فانا هقعد بديهيا ايوه صح صح. فانا هقعد انا مش هعمل حاجه. ايوه راح تقع بيكي. لورا ولا؟ لورا اللي هو طب لورا ده؟ فتح لورا ده الجهاز يعني انت وقعتي على الجهاز لورا. اه والجيم كله اتفرج عليا وكان شكلي مسخره. كان ميكس ولا؟ لا بس كان شكلي مسخره. كان الكوتش محجبه؟ هو الاسئله ما تفهمش حلوة؟ هو كانت حلوه ولا يا عامه اي كوتش بيبقى حلو بصراحه. الموقف الرابع. اتخانقت مع البت ام مقشات مركبه رموش اوفر مش لاقيه على عينيها اصلا، فكانت عامله شبه المقشه، عارفه ايه هي بتغمض وتفتح كده مقشات. متنمره قوي. اخاف اقعد معاها بصراحه. مستر لسه ما بدأش، احنا قعدنا فانا قعدت انا واصحابي في مكان معين. فايه البت دي كنت اصلا في تانية ثانوي هي بتشوف المقشات؟ معلمه عليها كده، عارف علامه حمراء ان انا دي ما ينفعش اتكلم معاها اصلا. انت اللي معلمه؟ انا معلمه عليها. معلمه فين؟ قبل ما المستر يخش قامت عملت صوت ماشي. لا مش كده. لا غلط، الصوت عيب. يا بيعملوا عندي عادي بنات كمان. فكانت جامده قوي اقسم بالله، والصبيان كلها بص يعني المجموعه كلها بتوصلها. اكيد هي كانت صايعه جدا. شعرها من اللي هم بيعملوا الطرح مضاف اليه. مضاف اليه يعني بنت تمام نص شهر. لابسه ومش لابسه. ايوه الفيديو باظ. قالت لفظ من 3 حروف. تمام ماشي. وكان المشكله بيقف معانا اسيستنت في السنتر عادي، اكيد سامعها. فكان واقف جنبها اسيستنت جنب العمود بالظبط يعني. ده راجل. لازق اسيستنت خاف ومشى، اقسم بالله ساب المكان كله مشى. محترم يعني. والله هم احنا فدي انا قلت هي قاعده ورايا على طول. وانا دي خلاص مش ايه ده؟ قلت لها لو سمحتي صوتك عشان احنا مش عارفين نركز منك. ايوه قالت لي اوائل الجمهوريه قلت كده بتبردها بتتريق. اسكت. لا لفيت المهم ايه دي عيله قالت الذوق ما ردش عليها. تمام. عشان واحده محترمه. هي قاعده وراكي؟ قاعده هي ورايا. كل شويه تقعد وراكي؟ يا ابني ده انا بعد الموقف ده اقسم بالله رحت كذا درس لقيتها برضه بتقعد ورايا. برضه كانها مستعصده. هي مخلوقه عشان تقعد ورايا. ايه القرف ده يا جماعه؟ ما تعرفش احسن بصراحه. بضحك والله من قلبي. هما بيقيسوني صح؟ لو سمحت. ده ماشي المره اللي فاتت يعني خلاص مش هيعمل لا لها. في مدرس تاني. طب كويس. فقلت له لو سمحت انت اللي ورايا دي ومشاور. ده بقى هيشكرها. ده انا طلعت له مخصوص. طلعت له من الديسك عامه مخصوص والمستر شغال. طب كويس ماشي. قلت له عملت كذا 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 وانا مش عارفه اركز منها وشوف لي حل. في نص الحصه والمستر شغال طلعها. ايه يا استاذه في كذا حد اشتكى منك. هي تسكت واحنا طالعين وزعق لها المهم. ما طلعهاش. لا سكتت بعدها. طب كويس.
واحنا طالعين صوتك دي استقصاد. واحنا طالعين انا واصحابي، فلقيتها بتقول ايه هستناكوا بره. استنيني بره تعملي ايه يا ماما؟ بحر خطر لك. فانا كنت لابسه كروكس، قلت لهم هتتكلم بس كلمه على الكروكس اللي في رجلي وديها بيه. واقسم بالله بدانا نجهز الادوات اللي احنا بنضربها بيها، لان دي طب كويس معاك البتاع كله. لان دي ما ينفعش معاها نتكلم. وواحده عارف الزمزميه الحديد الجامده دي، قالنا دي نديها بيها على دماغها. وفي الاخر البنت طلعت انها ما لقيناهاش، هربت منكم. خافت. ايوه انا عاوزه بالكروكس على دماغها. الكروكس كان عليه دباديب. طيب مفيش حاجه فعل. انا مسميهم كده، انا مسميهم اللي هم بيعملوا. فهمت يا بنت. الموقف الخامس، في الشارع عايز اشتري حاجات، بعد ما اشتريت الحاجات المفروض واقفه عند الكاشير هحاسب بقى خلاص. ففي واحد محترم كده، يعني مش اللي هو خلوق. واحد خلوق، مش اللي هو بيجاريكي في الكلام والكلام ده. واقف عمال يتكلم وشايفه الزحمه اللي احنا فيها، الاسعار غليت. وهو انا اعمل له والله الاسعار غليت. هات كرسي ترابيزه بقى يلا نتكلم. والله ما اصل الطابور احنا واقفين في طابور بقى. طابور ايه ده؟ هايبر ماركت عادي. الاسعار غليت والله. هو باصص لك؟ ايوه مش كده، هو باصص لي بقى. ده بيضحك عليكي. ده في مقلب اصلا بتعمل كده على النت. ايه ده بجد؟ والله اسمه صانع السعاده. حسبي الله ونعم الوكيل، بلد وقعد يشتم بقى في البلد وبتاع. خلاص عشان اليوتيوب اتقفل كده. لاقيه بيلف وحاطط ايربودز في ودنه. ايربودز كنت اقول لك. انا كل ده ما كنتش شايفاها، انا كل ده حرفيا انا مش عارفه دي، عارف اللي هي من اللي هي النوع الاسود اللي هي بتخش جوه الودن. اللي هي جوه الودن قوي فانت مش شايفها. فانا بقى اللي هو متلفه كده. يا لهوي انا اتمنيت في الموقف ده ان الارض تتشق وتبلعني. وقت يا جماعه التخمين ونحذر الكذاب، وهنقول ال5 مواقف بتوعي، هقول اساميهم واقول المواقف يعني العنوان بتاعهم، وهي تحذر ما بقى. عرفتش اللي هيكسب هياخد ايه. اللي يكسب ياخد ايه؟ انا متضايقه. هياخد كل خير. انا مش هقول كنت اعرف دلوقتي اللي هي كده جالنا خدت الانتاج. انتاج. ما عندك المفروض ما تاخدش. يلا بنت يلا بنت. انت المنتج ما تدوش انا. طردت من السنتر علشان زعقت المدرس. حقيقة صح. رايح لصاحبي وبأوبر اتخطفت. كدب صح. رحت في مطروح. حقيقة. ايه ده؟ اقسم بالله. امتى تهت في والمصحف اقسم بالله. انا وصاحبي كلمنا نفس البنت. بس حصل. لا كان ينفعش على فكرة. ايه؟ نروح بقى عندها هي الخمسة مواقف بتوعها، وانا اخمن بقى كدب ولا حقيقة. يلا بينا. لازم على الاقل اكلم صحابي كل يوم 3 ساعات. حقيقة عادي. دي سكور. قعدت في البلاعة. حقيقة. بجد والله. ايوه بس قلبته حلو والله. عشان مش انت لو قعدت ماشية عاملة كده. ايوه انت عارف احنا ما الفناهوش. ايه اللي تدولها يعني؟ قعدت اقول عشان تقول كلمات ما حصلتش بس حصلي. جهاز في الجيم وقع بيا. حقيقة. ضايقت مع البت ام 20. لا ده حقيقة. ماشي صح. حركت في الشارع. حقيقة. لا دلوقتي نقدر نقول